هم بيقولوا ان مثلا ان النيه بتاعت الناس اللي جايه دي غير مش كويسه، يعني هم عايزين يعملوا مشاكل. طيب انا وجهه نظري في حاجه بسيطه جدا، ويا ريت يعني خليكم معايا ونفهمها مع بعض. اول حاجه، مصر دوله سياحيه، بمعنى ان على حد علمي معظم دول العالم الناس بيجوا وياخدوا الفيزا، بيدفع 20 دولار ولا 30 دولار ولا 40 دولار ايا كان يعني، وبياخد الفيزا من المطار. يعني مش محتاج ان هو يقدم في السفاره، معظم الدول مش محتاج انها تقدم على السفاره، بيقوموا جايين على طول عليها. فدي حاجه، يعني معنى كده الناس دول ممكن على الحدود يقدموا مثلا على الفيزا، واذا فلنفرض مثلا ان هم مثلا مش مطلوب منهم، او ان هو مطلوب منهم يقدموا في السفاره او ايا كان، في ناس كتيره، وانا بقى قلت برضو في الفيديو اللي فات، شفتهم من اوروبا جايين، وانا عارف ان دول اوروبا 99% منها ان هم بيخشوا بالفيزا اول ما يوصلوا المطار.